السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا دينا هعمل معاكم النهارده وصفه ما يختلفش بحبها اتنين. انا شخصيا بحبها جدا. هعمل معاكم كبده اسكندراني بطريقه سهله وبسيطه في اقل من 10 دقايق. احتجت للوصفه نص كيلو كبده قطعتها شرايح بالطريقه دي، واربع معالق زيت كبار. استخدمت توابل: معلقه صغيره فلفل اسود وكمون، بهارات مشكله، ومعلقه كبيره ملح وليمون. دي التتبيله اللي تبلت بيها الكبده، عباره عن 5 فصوص توم كبار وقرنين فلفل احمر هرستهم نص هرسه مع بعض. وانا كان متوفر عندي نوعين فلفل اخضر، قطعت اربع حبات فلفل رومي قطعتهم جوليان بالطريقه دي، وحبيتين فلفل عادي قطعتهم برضو شرايح بالطريقه دي. هنا هنتبل الكبده، هنزل عليها بنص الدقه اللي معانا، وهخلي النص التاني على جنب هحتاجه بعدين. وهنزل بنص كميه التوابل برضو، وهخلي النص التاني برضو هنحتاجه بعدين. وعصير الليمونه، هنخلطهم كويس جدا مع بعض وهنسيبهم على جنب دقيقتين. هنولع النار على اعلى درجة حرارة، هنسخن الطاسة كويس جدا وننزل بالزيت. هنضيف كمية الدقة الباقية من الاول وهنديها تشويحة على النار. واول ما تبدأ تاخد لون هننزل بكمية الكبدة على مرتين عشان الطاسة متفقدش السخونية والكبدة تنزل المية بتاعتها وتبقى بتشد معانا ومش حلوة خالص. بمجرد ما الجزء الاول ياخد صدمة وتشميعة بسيطة هننزل على طول بالجزء التاني وهنشوحهم مع بعض، ونحاول على قد ما نقدر منقلبش كتير عشان الكبدة متفقدش سوائلها. وقبل ما الكبدة تستوي ب3 دقايق هننزل بباقي توابلنا. هنظبط الملح، هننزل بالفلفل الاخضر، يدوب دقيقتين على النار هياخدوا تشويحة وهنشيلهم على طول. الكبدة يدوب بتقعد 8 دقايق بس على النار عشان ما تشدش معانا. بجد من احلى الطرق، بجد من احلى وابسط الطرق اللي ممكن تجربوها. مش بتشد خالص وبتدوب في البق، بجد اجمل من الكبده الجاهزه بمراحل. وبكده نكون خلصنا الوصفه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. باي باي.